بصراحة يا بونا، وأنا في القداس بيبقى طويل، وبصراحة كده ساعات بزهق. إزاي أقدر أستمتع وأفهم كل اللي في القداس وأستمتع بيه؟ ده بقى أحلى سؤال في كل الحلقات، علشان النهاردة آخر حلقة. نختم بقى بالسؤال الحلو ده. بصوا حبايبي، القداس ده أغلى حاجة سابها لنا ربنا على الأرض، وعشان كده فعلا يصح نركز فيه ونستفيد منه. أكتر طريقة تخليك تستفيد، أول حاجة إنك تستعد للقداس. يعني الأول تروح لأب اعترافك. عندكم أب اعتراف ولا لأ؟ أيوة عندكم أب اعتراف؟ لازم نروح نعترف ونتوب. يا رب إحنا مش عايزين نعمل كده تاني، وتروح تتناول بقى عشان ربنا ينظفك ويطهرك خالص، فتكون مستعد بالتوبة. كمان لازم نستعد بالجسد كمان، يعني لازم نكون مستحمين حلو، لابسين لبس حلو، لازم نكون صايمين. برافو عليكي، يعني جسدنا كمان لازم يشاركنا. ثالث حاجة، نقف في القداس باحترام، لو لابسين إشارب يا جوجو، ماسكين الخلاجي أو باصين لصورة بابا يسوع وقاعدين بنصلي، مغمضين عينينا ونرفع إيدينا، نقول مع الشمامسة الألحان ومع الشعب عشان نركز ونجمع كل الحواس بتاعتنا كده في التركيز في الصلاة. آخر حاجة، يصح إن احنا نفهم شوية القداس بيقول لنا إيه. أنا عايز أحفظكم على حاجة تفضلوا فاكرينها على طول. القداس ده حبايبي بالذات من أول صلاة الصلح لغاية الآخر عبارة عن رحلة إحنا طالعينها السما. عبارة عن رحلة طالعينها فين؟ السما. قولوا لي كده، لما نيجي نركب طيارة، فلنفرض بقى مش بس هتودينا بلد تانية، لا دي هتودينا السما نفسها. أول ما بنركب الطيارة ونطير كده هنوصل عند باب السما. في حد في الكنيسة قديسة كده بنسميها أنت هي باب السماء. مين دي؟ ماما العذراء. برافو عليك يا دود. ماما العذراء بنسميها باب السماء، عشان كده في أول صلاة الصلح هتلاقونا بنقول لحن اسمه بشفاعة والدة الإله، كأن احنا بنقابلها عند باب السماء كده عشان تفتح لنا باب السماء. يبقى أول لحن هنقوله إيه؟ بشفاعة والدة الإله. بعد كده نخش شوية في السماء أكتر، هنقابل مين اللي قاعدين في السماء طول الوقت؟ ملايكة. برافو. يبقى هنقابل الملايكة ونقول معاهم لحن الشروبيم والسرافيم، ده تاني لحن بنقوله. داخلين السماء. بعد كده دخلنا جوه أكتر، لقينا بابا يسوع قاعد ومعاه التلاميذ وبيقول لهم في كل مرة تأكلون من هذا الخبز وتشربون من هذه الكأس تبشرون بموتي وتعترفون بقيامتي. نقوم احنا لما نشوف المنظر ده نقول مع التلاميذ ايه؟ امين 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 بموتك يا رب نبشر. يبقى ده اللحن رقم كام؟ 3. بعد كده دخلنا شايفين المسيح بيناول التلاميذ، بنبص وراه لقينا كل اللي راحوا السماء قبلينا القديسين، فساعتها بنقول لحن بركاتهم. دي أصلنا في السماء، شايفين ماري جرجس بقى وماري مينا والناس قرايبنا اللي سبقونا وراحوا السماء، يعني سابوا الأرض وماتوا وراحوا السماء، انتقلوا للسماء. بعد كده نفاجأ بقى واحنا جوه الجو الحلو ده ان بابا يسوع بيشاور لنا احنا كمان. ايه ده؟ انا يا رب بتشاور لي انا كمان؟ ايوه تعالى. ايوه يا رب، مش انت اعترفت ومستعد بجسدك وبتركز في القداس وطلعت معايا السماء هنا؟ تعالى افتح بقك تتناول انت كمان. ايه ده يا رب اتناول انا كمان؟ ايوه، القدسات للقديسين، انا يا رب القديس؟ لا ما استاهلش. لكن نفتح فمنا وبابا يسوع يناولنا بايد ابونا، فنقول ساعتها آخر لحن بقى في القداس اللي هو إيه؟ سبحوا. ليه سبحوا الله بالدف والتريان؟ فرحانين اتناولنا. يبقى احنا في القداس رايحين السماء، 5 محطات ب5 ألحان. أول جزء خالص أبونا بيصلي شوية ونقوم قايلين أول حد نرحب بيه. مين أول حد عند السماء؟ ماما العذراء بشفاعة والدة الإله. بعد كده نخش شوية نقابل الملائكة، نقوم قايلين لحن إيه؟ الشروبيم والسرافيم. وبعدين نخش أكتر شوية نقابل التلاميذ بيتناولوا، نقول معاهم إيه؟ امين امين امين. بعد كده لقينا كل القديسين حوالين بابا يسوع، نقوم قايلين لحن بركاتهم المقدسه. بعد كده بابا يسوع يناولنا، نقوم قايلين لحن ايه؟ سبحوا الله في جميع القديسين. دول ال5 ألحان. يبقى انت في القداس بقى بعد كده اول قداس تيجي تحضريه، غمضي بقى عينيكي وبصي كده كانك راكبه طياره، وبعدين بتسلمي على ماما العذراء، وبعدين ابونا بيصلي وبتقولي معاهم، بعد كده الشروبيم والسرافيم، وهكذا لغايه ما تتناولي في الاخر. كل ما نفهم القداس أكتر ونفهم هو بيحكي عن إيه وبيعمل إيه، ساعتها نركز أكتر في القداس يا دودو. وده أجمل حاجة ممكن تحصل لنا على الأرض. حياتنا حبايبي على الأرض عبارة عن كلمتين: نتوب ونتناول. دول أهم حاجتين. باستمرار ننظف نفسنا، مش عايزين نبقى بنعمل حاجات وحشة. لو في حد متخانقين معاه نصالحه، لو في حد بنكذب عليه نقول له الحقيقة، لو في حد ضايقناه نحايله. دي التوبة.
والحاجة التانية ناخد بعضنا ونروح نتناول، بابا يسوع يدخل جوانا زي العيش السخن كده، السخونية تدخل تنظفنا كلها من غير ما احنا نكون حتى شايفينها بعينينا.